هذا يوم من الأيام معلم كتب على السبورة هذه المعادلات. عقب ما خلص من كتابتها التفت وراه وشاف التلاميذ يضحكون وبسخرية. سألهم ليش تضحكون؟ قالوا أستاذ المعادلة الأولى كتبتها خطأ. قال لهم خلصتوا ضحككم؟ أجل اخذوا هالدرس واحفظوا. أولا أنا تعمدت أكتب المعادلة الأولى خطأ. ثانيا أنا بغيت أعلمكم درس مهم لا تنسونه طول حياتكم. بعلمكم شلون راح يتعاملون معاكم أكثر الناس. انتوا لاحظتوا ان انا كتبت 9 معادلات صحيحة، ومع هذا ما حد مدحني وهنأني عليها. كلكم ضحكتوا وبسخرية وانتقدتوا الغلطة الوحيدة. لا، وبعضكم اصلا ما كمل القراءة وانشغل بالغلطة. فالعبرة أكثر اللي حولك ما يهمهم إذا سويت الصح لو 1000 مرة، لكن تعال اخطئ خطأ واحد ينتقدونه وبتجريح وينسون كل عطائك. فلا يحبطك المستهزئين مهما كثروا ومهما كانوا، واللي ما يشوفون من الناس إلا أخطائهم وعثراتهم لا تدير لهم بال. اسفهم واستمر بقافلة عطائك وما عليك. والسلام.